السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل حاجة بسيطة جدا. هنعمل طحينة البودر. الطحينة البودر دي بصراحة يعني جميلة جدا، موفرة للزيت، وتقعد معاكي زي ما انت عايزة يعني. فأنا معتمدها على طول وبعملها. بصراحة كنت باعمل التانية، لأ دي أحسن منها وبتوفر كتير أوي في الزيت. نيجي بقى إيه على المقادير. المقادير بسيطة جدا. أنا معايا كوباية كوباية سمسم وكوباية إيه دقيق، بس مفيش يعني حاجة خالص، وهنشوفها بتتعمل إزاي. يلا بقى بينا على البوتاجاز علشان هنطلع رطوبة من السمسم وبرده من الدقيق. دلوقتي إيه هنولع البوتاجاز ونحط السمسم ايه علشان يطلع الرطوبة. يعني السمسم بس احنا بنشوحه بس كده، ما بنخلوش يحمر، ما ياخدش لون، يعني هو يدوبك بس ايه هيطلع الرطوبة منه. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوحه بس كده وايدينا تبقى فيه. وبرده عشان نستغل الوقت هنعمل ايه، هنولع برده البوتاجاز، نحط الدقيق. هنحط الدقيق برده علشان برده ايه ياخد لون، مش ياخد لون قصدي، معلش، علشان الرطوبه بس تطلع منه. ادينا بقى بنقلب السمسم اهوت، يعني مش هيقعد اقل من دقيقه. هنبص اللي هنشيله بس ايه، ما هو هيدفى بس. وهنا برضو نفس الحكايه، يعني هنقلب برضو في الدقيق علشان ريحه الدقيق تطلع، ما يبقاش طعم ال الطحينه كده ايه، تبقى طعمها دقيق. لا، كده احنا بنطلع الرطوبه وبنضيع ريحه الدقيق من الطحينه. اهو برضه اهو السمسم اهو ايدينا فيه علشان ما ياخدش ايه لون. احنا اهو هو يدوبك يسخن، هو لسه ما سخنش. طبعا طريقه سهله وايه. طبعا نسمي، ما تنسوش يا حبايب التسميه عشان ربنا ايه يطرح فيها البركه، وفي نفس الوقت اكلنا يبقى زي العسل. اهو برضه انا بقلب هنا وهنا كده. انا قلبت الدقيق، اول ما تشموا ريحه الدقيق طالعه تعرفوا انه خلاص كده ايه الدقيق ريحته ايه طلعت. وادي السمسم خلاص، انا هشيل السمسم اهوت علشان مش عايزاه يتحمص. هطفي خلاص اهوت على بس هعمل ايه بقى، هقوم قلباه في المطحنه. في مطحنه عندي، المطحنه اللي هي الكبه، مش الكبه، اللي هي مطحنه الخلاط. انا كده طفيت على ده، وده بقلب فيه برده اهو. طفيت على السمسم عشان ما ياخدش لون، وهحطه فين، في المطحنه بتاعت ايه الكب اهو. اعمل هنا كده عشان ما يقعش بس. وهطحن بقى وايه واجيله. ودوت برضو خلاص انا قلبته كده، هطفي عليه برضو، هطحن وايه، هقول لكم ايه يعني ايه الخطوات اللي جايه. بس كده طفيت برضو على ايه، على الدقيق. هطحن ده واوريه. دلوقتي عايزه اوريكم. بصوا شايفين دي الطحينه، قصدي دي السمسم اللي اتطحن. شايفين؟ عايزه اوريكم هو ناعم ازاي. هو بيبقى كده. هعمل ايه بقى، انا طحنت كده ايه السمسم، هضيف عليه الدقيق. شايفين؟ هضيف عليه واطحن واوريكم بقى النتيجه في الاخر. كميه ال السمسم قد كميه ايه، قد كميه الدقيق. بس هضربه برضو عشان ما اعملكوش ازعاج واجيلكم. دلوقتي الطحينه خلصت اهي، عايزه اوريها لكم. شايفين؟ بودر يعني بودر، وايه بقى يعني ناعمه. شايفين الطحينه
شايفين اهي، شايفينها ناعمه ازاي اهي. لو انت مش متاكده من نعوميتها ممكن على فكره ايه تنخليها، بس انا متاكده. شايفين عملت قد ايه بكوبايه سمسم. طبعا اخد بقى اوريكم نعمل ازاي الطحينه. ادي كده ايه، هناخد معلقتين او معلقه زي ما انتوا عايزين. ادي كده معلقتين. شايفين بقى هقول لكم. وهنحط ايه حوالي برضو ايه ميه دافيه معلقتين، لو عايزت نحط خلاص. ونحط ايه، هي تقريبا هتعوز تاني ميه دافيه. نحط ايه شويه ميه دافيه كمان اهمت. متاخدش زيت كتير خلي بالكم وتوفر. هنحط معلقه خل. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه خل وايه معلقه زيت، يعني معلقه زيت واحده اهو. ونقلب، هي محتاجه كمان شويه ميه دافيه. ونحط الملح والكمون او الفلفل الاسمر زي ما انتوا عايزين. بسم الله الرحمن الرحيم. ميه دافيه. ونقلب بقى، نقلب بقى لحد ايه ما تدوب معانا الحاجات دي. انا معاكم اهو في الفيديو، مش هقطع الفيديو. طبعا هتعوز ميه دافيه كمان. شوفوا المعلقتين هيعملوا شويه طحينه قد ايه، معلقتين اتنين بس ومعلقه زيت. لكن احنا لما بنيجي بقى نعمل الطحينه بقى بتاخد زيت مننا كميه كبيره، يعني ايه الكميه بتاخد اكتر من كوبايه زيت، يعني نحط كوبايه زيت وتبقى عايزه تاني. وبعدين النتيجه ديت مش هتفصل منك ولا اي حاجه. النتيجه دي مضمونه 100 100 يعني. النتيجه دي مضمونه اهي. نحط شويه. وطبعا السمك اللي انت عايزاها، عايزه طحينه بيها اعملي السمك اللي انت عايزاه. هي عايزه شوكه بس ايه، نضربها بس كده مع بعض كده. انا عامله كميه يعني بعمل بقى على القد، يعني انا دلوقتي هعمل طحينه اقوم ايه اعمل على القد لان المعلقتين كبار. هي عايزه شوكه. خلاص هي كده ايه، انا ازودها شويه كمان اهو. عايزه تحطي معلقتين زيت حطي، لكن هو حلو كده قوي. هتشوفوا الطحينه جميله ازاي. انا مش عايزه افصل الفيديو معاكم ماشي. هي عايزه معلقه خل برضو، انا حاطه معلقه واحده. بس اقلبها كويس جدا. بس خلاص كده. السمك اللي انت عايزاه اعمليه، يعني انت عايزه خفيفه عايزه تقيله عايزه كده اعملي السمك اللي انت معلش، عشان ايه اتدلقت مني وانا ما بحبش بصراحه ايه حاجه تبقى جنبي كده ما اعرفش اشتغل اهو. خلاص انا عايزاها ايه، لا عايزاها خفيفه شويه. احط شويه ميه معلش. الميه السخنه على فكره بتقل الطحينه، يعني شوفوا دول معلقتين الميه السخنه بالتقليل علشان فيها ماده نشويه. فيها ايه، فيها دقيق. طبعا طعم الدقيق مش باين خالص. خلاص انا عايزاها بقى خلاص كده. شايفين الطحينه تقيله ازاي، بس انا عايزاها ايه، عايزاها اخف من كده براحتي، لكن هي حلوه كده. بس هي حلوه كده. شايفين كل ما تربي فيها كده على فكره بتتقل، كل ما بضرب فيها بتتقل اهو. عايزه تخفيها زياده عن كده اهو، عايزه تحط لها معلقه زيت او نص معلقه. هي انا حاطه معلقه على المعلقتين، يعني حاجه بسيطه خالص، ندى صغيره خالص كده، يعني ما تاخدش زيت خالص. هي معلقه زيت اللي انا حطيتها، وحطيت يجي ربع معلقه. انا مش عايزه ايه مش هتاخد زيت، يعني انت بتتحكمي في الزيت وقد ايه طعمها جميل وحلو. بصوا خلاص هي كده خلاص كده ايه. انا ابتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم اوريكم بس قوامها، ولا زيت فاصل ولا يعني التانية اهي. شايفين قوامها تقيل، عايزاه خفيف. خفي بشويه ميه بس كده. قد ايه طعمها جميل جدا ومجربه، جربوها يا حبايب. شايفين الطحينه اهي.
بس انا عاملاها تقيله، ممكن تخفوها شويه، معلقتين دقيق، معلقتين شايفين؟ عايزين تخفوها خفوها. دي طريقه مجربه وحلوه وتقعد معاكم كتير يعني، ولا تضمنوا بقى الزيت يبقى مزرنخ فيها ولا حاجه، ولا تفصل منكم ولا اي حاجه. دي طريقه جميله ومجربه، واعملوها كده يا حبايب ان شاء الله مش هتندموا. هو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.